في 8 مارس 2018 سقطت طائرة الخطوط الماليزية بوينغ 777 في المحيط الهندي، وعلى متنها 239 راكب. سخرت السلطات الماليزية أكثر من 142 مليون دولار في عملية البحث، كما شارك في العملية 26 دولة. كل هذا الشيء علاش؟ باش يجاوبوا على سؤال واحد: لماذا سقطت الطائرة بوينغ 777؟ أيضا لكي يتفادوا عملية سقوط مماثلة، أيضا يحدوا المسؤولية نتاع سقوط هذه الطائرة. في دولة العصابات ودولة التي يحكمها الكوكايين، منذ 2014 سقطت في المجال العسكري فقط أكثر من 13 طائرة عسكرية. راح ضحية هذا السقوط أكثر من 300 ضحية بين المدنيين والعسكريين. إلى اللحظة وإلى يومنا هذا لم يطل علينا ولا مسؤول مدني أو عسكري ليبرر لنا سبب هذه الحوادث. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد عبد الله على قناتي على اليوتيوب. إن شاء الله نكونوا ضيوف خفاف عليكم بإذن الله. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نتحدثوا على تجربتي في مجال الطيران، شهادة حية لعسكري عايش وشاف بعض الأحداث. حاولنا باختصار ما نكونوش تقال عليكم نحكوها. الكثير من زملائي ما يعجبهمش الفيديو لسبب أو لآخر، لكن هذا هو الواقع، وعلى بالهم أنه في قرارات أنفسهم أنه الشيء اللي ذكرته هو حقيقي وهو الواقعي وهو الشيء اللي راه كاين. الشهادة تاعي الأولى غادي نتكلموا في الجانب التقني. في الجانب التقني باش انت تفتح ورشة للميكانيك لإصلاح السيارات، من الأشياء الأساسية اللي لازم تكون عندك هي العتاد، الصوالح اللي تخدم فيهم. لازم لك كومبريسور، لازم لك براس، لازم لك المفاتيح، لازم لك كريك، لازم لك بزاف صوالح. تخيلوا أنه دولة ومؤسسة كبيرة كما الدارك الوطني عندها 3 أسراب في الناحية العسكرية الخامسة. عندهم واحد في سطيف، عندهم واحد في عنابة، وواحد في تبسة. تخيلوا أنه في تبسة أو في عنابة باش يبدوا يخدموا في لي طرافو في عملية صيانة تاع مروحية، لازم لهم يتسلفوا العتاد اللي كاين. عتاد واحد برك يدور في الناحية العسكرية الخامسة، يضلوا يتسلفوا فيه على بعضهم بعض. بمعنى آخر عندهم 3 تاع لي زونغار، لكن في العملي في الواقع عندهم اونغار واحد. تخيلوا بلي لي زونغار تاع الدارك الوطني تاع تصليح الطائرات وصيانتها ما عندهمش داخل في لونغار، ما عندهمش اشياء كثيره اساسيه. ما عندهمش مثلا، ما عندهمش براس مثلا، ما عندهمش لي كومبريسور، ما عندهمش لي فيرا يتسلفوا فيهم بعض الاحيان، يجيبوهم حتى من البليده. ما عندهمش الكثير من الاشياء، وبعض الاحيان يستعينوا بالورشات نتاع السيفيل، يروحوا برا عند لي تورنور ولا يروحوا برا عند لي ميكانيسيا باش يخدموا اشياء تاعهم. وكاين بزاف قضايا صراو على اجل هذا الموضوع اللي رانا نتحدثوا فيه. تخيلوا خاوتي أنه أفراد الدرك الوطني التقنيين والمخابرين يلايموا الدراهم يكوتيزوا باش يجيبوا العتاد المستهلك، العتاد اللي نستهلكوه، لي ماتيريال كونسومابل. كيفاش؟ مثلا نكوتيزو باش نعمروا القروع تاع الازوت، لانه الطائره تستهلك الازوت، وهادو قارورات الازوت يتباعوا في لي زون اندستريال، في المناطق الصناعيه. مالا حنا فيما بيناتنا نكوتيزو نروحوا نشروا القرعه. وطرحنا هذا الموضوع، طرحناه مرارا وتكرارا، طرحناه على القيادة. لا سيما لا حياة لمن تنادي، لأن القيادة لا هي في أشياء أخرى، لا هي في مواضيع أخرى، آخر همها أنك كيفاش أنت تسلك روحك. التزويد بقطع الغيار. تخيلوا خوتي أن التزويد بقطع الغيار يكاد يكون منعدم. علاش؟ لأنه كاين محسوبية كبيرة وكاينة بيروقراطية كبيرة باش تجيب قطعة تاع غيار. لازم تكتب 1000 جهة باش تجيب قطعة تاع غيار. علاش كاع هذا الشيء؟ لأنه ما غاديش تسرق قطعة الغيار تاعك، غادي تديها لدارك أو شيء من هذا القبيل. لا سيما أنه القيادة لما شرات 150 مروحية، شراتهم أيام البحبوحة، أيام اللي كانت الجزائر عندها 1000 مليار. أما الآن بعد ما الجزائر دخلت في ضائقة مالية كبيرة، أصبح التزود بالقطع الغيار عبء كبير على وزارة الدفاع الوطني. ما واش ولاو يديروا؟ ولاو يديروا واحد العراقيل بيروقراطية باش القطعة تاع الغيار ما تجي توصل، يكون فات عليها زمن كبير.
هذا من مضطر أنه بعض الأحيان كانوا ينحوا قطعة غيار من مروحية يديروها في مروحية أخرى، بمعنى آخر أنه قطعة غيار واحدة طير زوج مروحيات. نقطة أخرى في الجانب التقني ألا وهي وسائل الأمن والحماية. تخيلوا أنه هاد الأفراد التقنيين باش يصنعوا طائرة، باش يريباروا طائرة، لازم لهم يخدموا بمواد كيماوية خطيرة، حتى أنه الكيروزان مادة كيماوية خطيرة. تخيلوا باللي أنه هاد الأفراد يخدموا بصدور عارية، يخدموا بلا الأدوات الوقاية، من بينها القفازات أو الليغونات أو ليلينات أو لي ماسكا غاز أو الكمامات كما يقولوا لهم، يخدموا بدون أدوات حماية. وبعض الأحيان كاين أفراد نعرفهم يضطروا باش يخيطوا الكومبينيزون تاعه او يروح يشري من الشيفون او من البالا يشري كومبينيزون باش يخدم. ناهيك عن الاحذيه اللي فيهم الاخر فيهم الحديد الواقي هذاك ما كانش. بعض الاحيان يروحوا يشروا الوسائل تاع الحمايه من جيوبهم. بطاقه العمل. بطاقه العمل او لاكارت دو طرافاي. باش تريباري طائره او باش تقوم بصيانه طائره لازم لك بطاقه العمل، لانه المحرك تاع الطائره كبير، ولما تروح دير صيانه تاع الطائره راك رايح لواحد النقطه تخدمها. باش تخدم هذيك النقطه لازم لك تروح تقرا تراجع الامور اللي يتعلقوا بها. بون، حنا خاوتنا مساكين في التقني تاع الطيران اغلبيه تاعهم ما يراجعوا، ما يديروا خطه ما والو، يروح يفتح شغل غادي يفتح ايركات ولا غادي يفتح سياره عاديه. علاش؟ لانه الاشراف ما كانش. علاش الاشراف ما كانش؟ لانه القاده اللي دايرينهم لي شاف تاع لونغار هادو حشمانين بالخدمه اللي يخدموا فيها، لانه اصلا هو كي خرج ما قراش. كي تخرج لقاو ناس واجده تخدم في لونغار، هو حطوه شاف مباشره، ما فاتش على التدرج في الرتب باش وصل انه يكون شاف لونغار. لا، لما تخرج من ستاج ولقى روحه مباشره شاف لونغار. وكي لقى روحه شاف تاع لونغار ما حاولش يزيد يفهم، لانه كاينين ناس هي اللي راهي تريباري في الطائره واجدين مبريباريين، هو واش يدير؟ يشرف عليهم. مالا هو ما قراش، وكيما قراش مع الوقت ولات عنده هذيك العقده انه هما يعرفوا هو ما يعرفش. مالا واش يدير؟ يستخدم الشاف تاعو باش يحقرهم وفقط. ومعظم الاحيان تلقاه خارج اللونغار، خارج مجال العمل تاعه، يبسنس في السيارات او يتريتي في لي زافير في القهاوي، يخدم كورتي تاع عقار او يخدم كورتي تاع سيارات، ويجي يمارس القياده عليهم بشكل اخر. التكوين المتواصل. التكوين المتواصل هو نقطة أساسية في عالم التقني. هادو الأفراد التقنيين توعنا اللي راهم يشرفون على صيانة الطائرات دائما عندهم يديروا لهم دي اوفرتور دو كلاس باش يعطوهم النقاط الأساسية اللي راهم يلقاوهم أو المشاكل اللي راهم يلقاوهم في المسار المهني نتاعهم. لا سيما الأقسام اللي راهم يفتحوهم احنا عندنا في العالم التقني تاع الأسراب الجوية تاع الدرك الوطني لا تسمن ولا تغني من جوع. علاش؟ لأنه ما كانش حاجه جديه، ما كانش الجدي فيها. لا الافراد جديين ولا المدرسين جديين ولا القياده جديه. هما يفتحوها باش يعمروا الارشيف وفقط. لانه الافراد لما يجوا يقروا اصلا عندهم مشاكل جمه، مشاكل اجتماعيه ومشاكل خاصه يديبلاسو. كاين اللي ما عندهش دراهم باش يديبلاسي، كاين اللي يخلي الزوجه نتاعو ويكون كاري ويكون حالته حاله. القياده تاني على بالها انه هذا الشيء اللي راه يدير فيه مجرد بيع اوهام. غياب الكفاءات. كاين كثير من العسكريين التقنيين اللي هما لا علاقه لهم بالعالم التقني في الطيران، بمعنى اخر ما همش كاليفي. كاين بزاف ناس ما همش كاليفي وما همش تاع ميكانيك او ما همش تاع تكنيك تاع طياره. دخلوا بالمعرفه او توسطوا لهم ناس باش وصلوا تماك، او كاين ناس جات وصلت تماك بالرشوه. وتلقى الناس اللي راهي كاليفي او الناس اللي مؤهله وتخدم صح تلقاهم نفس يعاملوه بنفس عقليه المعدات، يتسلفوهم قواعد جويه تتسلفهم. بمعنى اخر تلقى واحد تقني يعيطوا عليه في التليفون من وهران او من عين الصفراء او من اي مكان، يقول له ارسل لي الفلان الفلاني لانه يعرف لابان الفلانيه. وتلقى الافراد هادو مساكين ندمانين على النهار اللي بداو يخدموا فيه. تلقاه على العام رافد كابتو ويجري بين رقان ويجري بين بشار ويجري بين ورقله ويروح لتيريرين ويروح الوهران ويروح، لانه ذنبه الوحيد شاوله لانه كاليفي. وكاين بزاف ناس عايشه على ظهره. انتشار المهلوسات والمخدرات والمؤثرات العقليه. تخيلوا خاوتي انه داخل في العالم التقني كاين افراد
تقنيين يبريباري لك طيارة وهو مسطول أو هو كالي الكاشيات. هذه حاجة منتشرة كتير في القواعد الجوية العسكرية في الجزائر تحت نظر القيادة وتحت علم القيادة، لأنه حتى القيادة كاين فيهم اللي يتعاطى المخدرات ويتعاطى الكحول، وكلهم يتمشوا بالعقلية نتاع طفي الضوء ولا اضرب بالنح. على بالهم وعلى بالهم باللي انه الافراد نتاعهم يتعاطوا المخدرات، ورانا جايين في الموضوع في نقطة اخرى. ثانيا الجانب العملي. في الجانب العملي خوتي شوفوا معنا هذا السيد، هذا النقيب مصباح منور. هذا النقيب قائد طائرة السنة الفارطة 2019 حط بالمروحية نتاع الدرك الوطني بلا ما يفتح عجلات الهبوط. خطأ بشري رهيب تسبب في خسائر مادية معتبرة في المروحية. أيضا أنه تسبب في تهديد سلامة الطاقم اللي كان راكب معه. مصباح منور ما زال يزاول مهنة الطيران إلى يومنا هذا. كي تجي تفتش على هذا النقيب من وراءه تلقى أخوه هو المسؤول عن مكتب التكوين والتربصات، كما أنه هو اللي رسله يدير تربص طيار في بريطانيا. لما نتحدثوا على مصباح منور أو هذا النقيب غادي نلقاوه مجرد نقطة من بحر من عالم الوساطات والمعارف. علاش؟ نروحوا المدرسة العليا للطيران في طفراوي اللي كان حاكمها الجنرال بومعيزة اللي راهو قائد سلاح الجو الآن. نلقاو أنه باش تدخل كطالب طيار في مدرسة العليا للطيران بطفراوي لازم لك سلالة نتاع معرفة، لازم يكون عندك باع طويل في المعرفة. هذا هو الشيء اللي خلى الجنرال بومعيزة ينتقل من قائد مدرسة إلى قائد سلاح الجو بدون ما يفوت على قيادة الأركان أو بلا ما يدير ليطا ماجور. كما أنه هذا بومعيزة كان متسبب في هلاك العديد من الطيارين بسبب الإهمال والسرقة والنهب والفساد داخل هذه المدرسة، على غرار الجنرال بوغستور القاعدة الجوية تاع أمبواقي اللي طاحت له مؤخرا طائرة وكأنه لا شيء حدث. نقطة أخرى في الجانب العملي ألا وهي الغش وتضخيم عدد ساعات الطيران. تخيلوا خوتي أنه هادو لي بيلوت باش يطلع من مساعد طيار إلى طيار أو طيار قائد أو طيار مدرب لازم له عدد معين من الساعات. واش يديروا لي بيلوت نتاعنا؟ مش الكل لكن الأغلبية نتاعهم أنهم يضخموا عدد ساعات الطيران. لما يخرج في مهمة المدة نتاعها مثلا ساعتين ونصف، هو لما يدخل يسجل أنه طار 3 سوايع، وهذا ما يترتب عنه الدخول المبكر للطائرة إلى الصيانة. ثم الطائرة تاني أيضا نحسبوا لها باش ندخلوها للصيانة بعدد الساعات. هذا يتسبب في خسائر مادية كبيرة لأنه قطع الغيار تاع الطائرة غالي بزاف. أيضا أن الطائرة تخرج من الخدمة في سن مبكر. خوتي قبل أي طلعة جوية يجتمع الطاقم الجوي أو الطاقم الطائرة مع قائد الوحدة والطبيب، يجتمعوا في القاعة ليتحدثوا على طبيعة المهمة والمسار نتاع الطلعة الجوية. أيضا يتكلموا على أمور كثيرة تصب في سلامة وأمن الطيران. يحضر الطبيب. علاش يحضر الطبيب؟ باش يجس النبض تاع الطاقم الجوي هذا اللي راه رايح، باش يشوفهم إذا كانوا ملاح ما كانوش ملاح، إذا كانوا صايمين يكسروا الصيام، إذا كانوا كاين كاش حاجة أثار تعب أو أثار إرهاق أو أثار غضب على أحد الطيارين يستثنوه من الطلعة الجوية. بعدها مباشرة يروحوا هذا الطاقم يروحوا للطائرة نتاعهم يشوفوا الطائرة في جو من السلام والأمن والهدوء باش يروحوا يقوموا بالمهمة نتاعهم. لما نجو في أمر الواقع كل شيء مغاير. الاجتماع هذا ما يندر لا قبل ولا بعد الطلعة الجوية. بالإضافة إلى ذلك أنه في كثير من الأحيان توقع دبزة أو توقع ملاسنات أو مشاحنات بين طاقم الطائرة قبل الإقلاع. أيضا بعض الأحيان يجي طاقم الطائرة في 5 دقائق أو يجي متأخر على موعد الإقلاع بدقائق. بعض الأحيان يجي الواحد يجي من رقاد، بعض الأحيان يجي واحد من مشاحنات أو دبزة ويجي مباشرة يطير بيديك الطيارة. أضف إلى ذلك أنه بعض الأحيان كانت توقع معارك أو ملاسنات داخل الطائرة نفسها وهي في الجو. النقطة الثانية في الجانب العملي ألا وهي المركز الوطني للخبرة الطبية للأفراد الملاحين، سونتر ديكسبرتيز نتاع عين النعجة.
هذا المركز هذا دايرينه باش يراقبوا صحة الأفراد الملاحين، أي الناس اللي تطير في المروحيات أو الطائرات، حتى الخطوط الجوية الجزائرية، بالإضافة إلى الناس اللي تخدم في الغواصات أو تخدم في البواخر، أو الناس اللي تمارس في الجيش، تمارس مهنة الغطس. هذا المركز هذا كله معارف، كله معارف. وهذا المركز باش نعاودوا نرجعوا للنقطة تاع المخدرات، كاين ناس تستهلك المخدرات وتستهلك الكحول ويفوتوا على هذا المركز ويديروا لي زاناليز ويلقاو عندهم المخدرات، لكن تعليمات فوقية انهم يغمضوا عينيهم. كما انه كاين كثير من الناس اللي ما همش حابين، نفسيا انهارت، نفسيا نتاعهم انهارت، وماشي حابين يزاولوا المهنة تاع الطيران، او يفرضوا عليهم فرض انهم يمارسوا هذه المهنة، مما يتسبب في كوارث كبيرة في المهنة تاعهم. في الأخير خوتي، رانا حكينا على القليل والقليل مما يجري داخل القواعد الجوية. نتمنى خوتي أنكم تديروا التعليقات نتاعكم وتقترحوا علينا اقتراحاتكم، ونتلاقوا في ساعة زينة إن شاء الله. السلام عليكم.